كيف باش هو في حال في اتجاه اللي هو اللاعب اللي سجل ماهوش في تسلل 100%. ما هو اللاعب هذاك لكن لما راح إنيغو مارتينيز باش يقطع الكره هو وقف له، وهو اللاعب هذاك في التسلل مثل ما يقف مدافع يعني هذا شوف بين قوسين ذكاء المدافع. انا رحت اصطدمت بالمهاجم عشان نعطي ايحاء للحكم ان المهاجم عرقلني. شو إنيغو مارتينيز ما ينظرش ما شافوش، هو ماشي ينظر للكره وزميله خلاص المهاجم باش يسجل. طيب نشوفوا الحاله بالبطيء. نشوف الحاله بالبطيء. شوف هو ماشي ينظر للكره وماشي باش يقطع الكره وزميله وقف له ما خلاش يمشي وهو في التسلل. بالنسبه لي لو ما كانش في التسلل حاله عاديه، هدف عادي. هي للامانه طبعا مع احترامي لوجهه نظر كابتن طارق الحاله دي بعيد تماما. المهاجم رايو يا كابتن طارق بنيانه قوي. شوف إنيجو هو اللي راح له هو هدف هو اللاعب هذايا اللي سجل ولا منع حتى إنيجو مارتينيز. لماذا الحكم الفار ما دخلش؟ غريب جدا. مش على الحكم ممكن يخطئ يقول لك، لكن الفار لماذا ما دخلش؟ صح. لان ممكن فما قانون انا نجهل القانون في التحكيم صراحه نجهل القانون. هل هو في التسلل لانه في تسلل وتدخل ما